السلام عليكم أحبتي. هل المناسبة اللي صاحبها بيعملها عشان يلم نقوط، مناسبة الفرح اللي انتشرت في عصرنا ده، نوع من أنواع الشحاتة؟ ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. ليه اخترت الموضوع ده بالذات؟ لأن كنا في جنازة من شوية والشيخ قاعد يتكلم إن اللي بيعمل المناسبة دي وبيلم نقوط بيفتح على نفسه باب سؤال الناس، فربنا بيفتح عليه باب من الفقر، واتكلم ان ده نوع من انواع الشحاته، وان اللي بيعمل مناسبه فرح وبيلم نقوط بدين نفسه وبالتالي بيموت وهو مديون، فبيدخل نار جهنم، وافاض في هذا الامر. الشيخ اللي اتكلم في ده انا بحبه والله، ورغم كده هرد عليه ان المناسبه دي اللي بيلم فيها نقوط ما هيش شحاته عشان 5 نقط بعد ما نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بتخرج الموضوع من كونه ان هو شحاته، ان صاحب المناسبه بيكون بيمشي قبلها بسنه او 2 وبيدي نقوط للناس، والناس اللي جايين له في المناسبه بتاعته بيرجعوا له نقوطه وبيحطوا له فوق نقوط كمان بيزودوه، لان عارفين ان الراجل ده ما فيش حق بيضيع عنده. حتى الناس اللي جايين ينقطوه جديد عارفين ان الراجل ده صاحب واجب وبيمشي وبيلف وبيدفع نقوط، فجايين دافعين له عشان لما يعملوا مناسبة هو يرجع لهم النقوط ويدهم لهم فيفرج عنهم كربتهم، فده بيخرجوا من كونه شحاتة. تاني شيء، اللي بيشحت من الناس بيكون منكسر ومدد ايده هو منكسر، انما صاحب المناسبة ما بيكونش منكسر، ده لابس احسن حاجة عنده ان كان بدلة او جلابية بلدي، واقف يقابل ضيوفه، وبعدين عامل لهم اكرام ضيف، عامل لهم مطبخ متكلف وعامل لهم بوفيه بيخدم عليهم، وماهوش واقف مدد ايده ليهم، فيبقى من باب ان هو اكرم ضيوفه اللي جايين ينقطوه، ماهوش منكسر قدامهم ومدد لهم ايده. فيا عم الشيخ ده خرج الموضوع من انه بيشحت من الناس. تالت حاجة، ان اللي بدي للشحات بيبقى عارف ان ماله ما هيرجعلوش. انا بعطي للشحات للسائل بستودع المال عند ربنا سبحانه وتعالى، انما اللي جاي المناسبة يدفع نقوط انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بيبقى عارف ان النقوط بتاعه هيرجع له وممكن يرجع له بزيادة كمان، فده بيخرجه من كون ان هو شحاتة. رابع حاجة، دفع النقوط من باب ان انا ببعد صاحب المناسبة عن القرض وان هو يستدين بالربا. ليه؟ لان ده من باب التعاون على البر والتقوى. 90% من اللي بيعملوا مناسبات بيبقى هيجوز بنته هيجوز ابنه، فبيعمل المناسبة الاول علشان يشورهم كده احسن، ولا يروح يجيب قرض ربوي علشان يجوز ابنه او بنته. يا اخي ده من باب تنفيس الكرب عن اخيك المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خامس حاجة، أحب أعرف إخواننا الوعاظ والخطباء إن هم بيفتوا في بعض الفتاوي، يعني هم غير مؤهلين. إحنا عندنا الأزهر والأوقاف هم أهل الفتوى. والله دخلت على موقع وزارة الأوقاف وكتبت كلمة النقوط في البحث، فلقيت إن هو من باب التعاون على البر والتقوى، ما هوش من باب إن أنا بشحت من الناس. فأنا عايز أقول وأنا بختم الفيديو إن في بعض الفتاوي الناس بتطلقها لو عرضت على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لجمع لها أهل بدر جميعا عشان يفتوا فيها، إنما احنا بنتساهل وبنفتي فيها. اوعى تكسر خاطر إنسان مسلم عمل طرقة، عمل مناسبة عشان يلم مبلغ يجوز ابنه أو يجوز بنته. أنا ما بتكلمش عن نفسي والله، أنا ما عملت طرقات لسه الحمد لله أو مناسبات، ولكن اوعى تتهم أخوك المسلم إن هو بيشحت. إن شاء الله الفيديو القادم هنفند وننظم موضوع الطرقة ده يمشي ازاي عشان يبقى حلال ومباح، علشان نقول ان ما يصاحبوش شيء من المحرمات فصاحبه يخرج من دائرة الحرام على الأقل إلى دائرة المباح. السلام عليكم، أخوكم جمال الدقناوي.